كده إحنا عندنا نوعين من الرزق، في نوع من الرزق في السماء، وفي نوع من الرزق في الأرض. طيب الرزق اللي في الأرض ده ألاقيه فين؟ ربنا سبحانه وتعالى ما عملش الموضوع عشوائي وما سابوش كده هباءً. ربنا سبحانه وتعالى جعل رزق الأرض موجود في خزائن في الأرض. سيدنا يوسف لما قال لملك مصر: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فبالتالي خزائن الأرض أو كنوز الأرض أو الرزق اللي موجود في الأرض اللي ربنا سبحانه وتعالى قال لنا امشوا في مناكبها عشان خاطر نبتوا، موجود في حاجة اسمها الخزائن. وليه ربنا سبحانه وتعالى سماها خزائن؟ عشان خاطر الخزائن يعني مبدئيًا هي جمع، فده معناه إن هي أكتر من خزينة، وليها أكتر من باب، وبالتالي إن هي ليها مفاتيح، وليها ناس مسؤولة عن المفاتيح دي، فبالتالي في system في الصرف من الخزينة دي، بعكس ما تكون إن هو مورد قابل للزيادة أو النقصان. خزائن الأرض بتاعة ربنا سبحانه وتعالى لو كلنا أخدنا منها كل اللي إحنا عايزينه في وقت واحد مش هتخس حاجة. فبالتالي ربنا سبحانه وتعالى عمل لخزائن الأرض دي system.